السلام عليكم. في الفيديو ده انا هتكلم على التشتت والنسيان، والفكرة ان التشتت والنسيان من اكتر المشاكل اللي عدت عليها في حياتي، وما هياش مشكلة عشان انا كنت في الاول حاسسها ان هي حاجة طبيعية، وكنت ساعتها بقى ال ADHD كانت حاجة ترندنج. فانا كنت اللي هو قشطة، يعني ممكن تبقى ADHD وسكت. بس الموضوع مش كده خالص. الموضوع ما هواش ADHD. الحاجتين دول ما همش مختلفين عن بعض، التشتت والنسيان. وانا يعني جالي شوية معلومات أثرت معايا في حياتي، فأنا عايزة أشارككم حاجة زي كده، يمكن تفرق معاكم، عشان كده كده مش كل الناس عندها نفس سبب التشتت وسبب النسيان وكده. بس أنا هقولك أنا وصلت لإيه وأثر معايا فعلا. مخ الإنسان، وهقول لكم أنا قريتها إزاي بالظبط. مخ الإنسان عامل زي اللي هو بالعربية الفصحى يعني الدلو، ماشي، مش فاكر اسمه بالعربي. فبيبقى عندك زي حد، بعد كده تبدأ ايه، تدلدق تبدأ تدلدق ايه معلومات، تبدأ تدلدق حاجات. انت ليك مساحة معينة، ومساحة معينة دي كبيرة، مساحة معينة دي هي فعلا فعلا عملاقة. بس للأسف العصر اللي احنا فيه ده، which is أحسن عصر يعدي في التاريخ، يعني بحلو وبوحشه. بس هو للأسف مليان تشتت. العملة بتاعته هي الاتنشن. فانت الاتنشن بتاعك الشركات كلها عايزاه، علشان بيدفع لهم فلوس عشان الاعلانات. فبالتالي انت كل شركة وكل حاجة وكل فكرة بتعدي عليك في الدنيا دي محتاجة الاتنشن بتاعك، كل رسالة، فاهم؟ فبالتالي في ناس كتير بتنجح منهم، واكتر حاجات السوشيال ميديا، وبالذات انستجرام وتيك توك وايا كان انت بتقعد عليه كتير. فبالتالي انت بيعدي عليك افكار وناس كتير قوي، والافكار والناس الكتير قوي دي ما همش حاجه بتعدي عليك وخلاص، هي حاجه بتاخد حيز من تفكيرك، which is بيليد لكل حاجه بنقولك عليها. وبتاخد حيز من الفيلينجز بتاعتك، احساسك بالسعاده، بالزعل، بالغضب، كل الحاجات دي. كنت اتكلمت في فيديو قبل كده في الحوار ده. دي كل حاجه بتاخد من طاقتك ومن مخك، وبتاخد وحاجات بتريجر ان انت تقعد تفكر في موضوع. فانت فانت متاخد منك اوريدي جزء كبير جدا 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 في ايه، في مساحة المخ بتاعتك، مساحة العقل بتاعك. فانت لو جينا اتكلمنا من ناحية التشتت، فانت قعدتك على السوشيال ميديا بتخليك الدوبامين هيتس ثواني 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 ثواني. في ثواني يجي لك موضوع جديد وفيلينج جديد، والثواني تانية يجي لك موضوع جديد وفيلينج جديد. تقعد تقلب وتعدي على 30 40 50 فيديو في القعدة الواحدة لو مش اكتر بكتير. فبالتالي انك لما تيجي تقعد على حاجة واحدة تركز فيها، ده صعب صعب. انت الدوبامين ده هو اللي بيحركك تعمل حاجة، لحد ما يعني بيحركك تعمل حاجة. ده اللي بيخليك متحمس انك تذاكر عشان هتجيب درجات حلوة. فانت هتذاكر علشان هتجيب درجات حلوة، فالدوبامين لسه قدام، السعادة بتاعتك لسه قدام. فتيجي سوشيال ميديا تخليك تتفرج على حاجات لحد ما تلاقي حاجة بالنسبة لك حاجة انترستنج جدا، او حاجة بتوافقك الرأي، او حاجة بتعصبك. فتكتب الكومنت بتاعك علشان انت محتاج تقول رأيك، وده بيديك سعادة ان انت بتقول رأيك. ومليون الف حاجة بتديك دوبامين في ساعتها، بيديك سعادة في ساعتها. فبالتالي انت مش قادر تقعد تذاكر. مخك، طب ما نجيب فمخك بقى مدمن دوبامين طول حياته، هي دي غريزته الحيوانية. فانت طب ما نيجي ناخد شويه دوبامين، طب ما نيجي مش عارف ايه، طب مش هتقعد، مفيش تركيز بجنيه، ماشي. والناحيه التانية بقى، ولسه بنتكلم على حوار السوشيال ميديا، ان النسيان بسبب الحاجات الكويسه اللي بتشوفها، او الحاجات الانترستنج بالنسبه لك انك بتشوفها، بتخليك بتاخد حيز من العقل بتاعك. فبالتالي انت بتدلدق من حته تانية. انت لما يكون عقلك اوريدي مليان بسبب تقدم الحياه وسبب كل حاجه بتعدي عليك، اذا كانت السوشيال ميديا او لا،
اي حاجه تانية بتيجي هتدلدق بره، ده لو ما دلدقتش حاجه تانية اصلا معاها بره. فالحيز بتاع مخك بتاع عقلك يعني كبير جدا، بس في الاول وفي الاخر هو ليه حدود. انت مش يعني انت كميه المعلومات اللي بتعدي عليك مش هتعرف تخزنها كلها، فبالتالي انت المعلومات الجديده مش هتعرف تخزنها معظمها، والمعلومات اللي انت اصلا عاوزها في حياتك ممكن تنساها. فده اسباب التشتت والنسيان. حلهم ايه بقى؟ طبعا انت مش فاهم كميه الحلول الموجوده على النت والحلول اللي الناس بتقول عليها، بس انا هقول لك ايه اللي نافع معايا شويه. انا كاحمد، انا لسه متخرج، فانا دلوقتي حياتي في ايدي، اذا كانت نجاحي، اذا كانت جسمي، اذا كانت علاقاتي مع اصحابي ولا مراتي ولا ايا كان ان شاء الله، وعيلتي. اذا كانت اي حاجه في الدنيا دي بايدي خلاص، ما بقاش فيه ايه الطريق اللي انا ماشي فيه غصب عني. فبالتالي انا قررت ان انا محتاج اركز في حاجات، انا محتاج اركز في حاجات معينه، اطلع فيها كويس، ابني بيس كويس، اجرب في حاجه بكل طاقتي علشان اعرف ايه اقول لنفسي وارضي نفسي وارضي ربنا كده ان انا فعلا اشتغلت في حاجه دي بكل اللي اقدر عليه، قبل ما ايه اخش على اي حاجه تانية، بما فيهم يوتيوب اللي انا مركز فيه قوي دلوقتي، وبما فيهم ان شاء الله الشغل اللي بشتغله. فبالتالي لما تركز في الحاجتين دول قوي، وطبعا الحاجات الفرعيه اللي ايه اوريدي انا زي ما قلت لك مساحه عقلك واسعه، انك بقى تروح الجيم، انك مش عارف تقرا، انك مش عارف تنزل مع اصحابك ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها ليها مكان. بس انك تركز في ده قوي وده قوي بيخليك اساسا متجه، مش في كل حته، بقيت متجه لحاجه، بقيت عاوز حاجه معينه. فبالتالي ده بيسمح ليك ان انت تعرف تحط لنفسك بينك وبينك كمان بكل سهوله ان انت لا مش هتقعد على السوشيال ميديا كتير. ده لو انت اصلا تعرف ان شاء الله، ده انا بحاول اطمح له يعني، ان انت متقعدش على السوشيال ميديا خالص، ويبقى الموضوع بالنسبه لك نص ساعه في اليوم مثلا، او ساعه. ساعه كتير يعني، بيرفكت نص ساعه مثلا في اليوم. فده هيخليها اسهل ليه؟ عشان انت اوريدي لو انت عايز تنجح في حاجه فانت معاك وقت اهو، يلا ودي عدد الساعات اللي تعرف تشتغل فيها وتدرس فيها وتعمل فيها، كل دي ساعات بتضيع وفلوس بتضيع. وبالنسبه لي مثلا، بالنسبه لليوتيوب او كونتنت كريشن عامه، انا بدل ما اقعد على السوشيال ميديا، بدل ما اقعد مش عارف ايه، انا في افكار ممكن اقولها وحاجات وكتير ممكن انزلها ومش عارف ايه. فانا بالتالي اختيار السوشيال ميديا ان انا اقللها في حياتي سهل، اعرف، فاهم الموضوع في ايدي شويه. فده بالنسبه للمايند سيت. في كام حاجه برضو ساعدوني شويه، ودي حاجات فعلا تختلف من بني ادم للتاني. اولهم هي الابلكيشن اللي اسمه، هوريهولك، ده اللوجو بتاعه اسمه وان سك، لازم سكند يعني وان سك. ده بيعمل ايه؟ ده انت بتعرف عليه اب معين، ماشي، وبتعمله شورت كات وحاجات كده. الثانيه اللي بتفتح فيها الاب بيروح متجه ل... للاب بتاع وان سك ده. يعني انستجرام، انا عامله الانستجرام عشان دي اكتر اب بحب اقعد عليه. انستجرام اول لما ادوس عليه بيروح موديني وان سك ده، ويقعدني 5 ثواني مثلا، يقول لي خد نفس بس الاول يا مجنون استنى، ويقول لي انت كام مره حاولت تخش الاب بعد كده يقول لي ها عايز تخش. انا اول ما نزلته الرقم بتاعي كان بيوصل ل 37 و40 وانا مركز، دلوقتي بقى 9، الرقم ده في خلال اليوم يعني. ف فاولا قلم على وشك ان انت 37 40 انت مجنون، فانت كده تجنن. بس ثانيا فعلا حوار ان انت تعد قبل ما تعمل حاجه ده فعلا بيفرق. واخيرا، ودي حاجه انا ما كنتش مقتنع بيها ولسه مش مقتنع بيها لحد ما، بس هي كانت في الوقت اللي انا فعلا الموضوع بدأ يتحسن عندي شويه، هي ان انت تلعب ميموري جيمز. في اللعبه كده يجيب لك كروت، يقول لك انت لو فتحت دي هتشوف شكلها، بس لو فتحت واحده كمان هتشوف شكلها برضو، والاتنين هيختفوا. فانت بالتالي محتاج تفتكر ان دي كانت هنا ودي كانت هنا، علشان لما تطلع تاني توصلهم ببعض. لعبه تافهه جدا، عاديه جدا، بس واحده واحده ايه الليفل بيصعب، واحده واحده انت بتحتاج تركز، واحده واحده انت تعرف ان انت اساسا الليفل بتاعك واطي جدا عشان انت بتنسى.
عشان في اكيرسي بقى، ان انت مثلا لو جبت كذا واحده غلط الاكيرسي بتاعتك بتقل، فبتاخد بالك انت قد ايه محتاج تركز، وتاخد بالك قد ايه انت محتاج ايه تواظب على حاجه زي كده. فدول الحاجات اللي ركزوا اللي فرقوا معايا جدا، انك تبقى برودكتيف وتركز في حاجه تبقى دايركشنال، ان انت تاخد بالك قوي من استعمالك للسوشيال ميديا واخدك للمعلومات. واخر حاجه هي ايه، ايا كان اللي عدى عليك كام ميثود ان انت تقوي ذاكرتك. انا اللي عدت عليا كانت ميموري جيم، فرقت معايا شويه. واكتب ميموري جيم على اب ستور هتطلع لك اي حاجه مش فارقه. لو عايز تعرف انا بستخدم ايه، بستخدم الاب اللي عامل كده، انت اللون بتاع الاب هتلاقيه معاك شويه، اسمه ميموري نقطه، هي ميموري. بس فكده كده احنا من اهم العملات اللي معانا بالذات في شبابنا هي تركيزنا ووقتنا وطاقتنا. خلي بالك جدا مين بيسحبه، اذا كان سوشيال ميديا او اذا كان بني ادمين، مهم. وعشان في حاجات تانية كتير محتاجة وقتك وطاقتك عشان توصل للنجاح اللي انت عاوزه ان شاء الله، وتوصل لكل حاجة انت عاوزها. عشان اعمل عليه بس، والجرس بيرن. اشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.